أغسطس 1962 بينزل العدد ال 15 من كوميك بوك ذا أميزنج فانتسي، العدد اللي كان فيه أول ظهور لشخصية شاب صغير بيلدعه عنكبوت مشع، وبالتالي الشاب ده بيتحول لبطل خارق، وزي ما انت فكرت هو فعلا سبايدر مان. ومن هنا بدأت كل حاجة. من اول ظهور لسبايدر مان وهو مكسر الدنيا، وده لانه بطل خارق مختلف، يعني من الاخر بطل خارق بروح شاب او عيل صغير. يعني مثلا اشهر بطل خارق منافس لسبايدر مان كان باتمان، ويمكن وجود باتمان هو اكبر سبب لنجاح سبايدر مان، وده لانهم العكس تماما عن بعض. باتمان البطل الجد اللي عايش في عالم سوداوي وكئيب، على الناحيه التانية سبايدر مان شاب دمه خفيف بيهزر كتير، اجواءه نفسها ممتعه. هي دي النقطه اللي نجحت سبايدر مان، كان اول مره تقريبا يتقدم بطل خارق شاب ودمه خفيف وبيهزر وكده. ومن 1962 لبدايه الالفينات الشخصيه اتعمل لها كوميكس ومسلسلات ولعب وقمه في النجاح يعني. بس لما بتيجي سنه 2002 استوديو سوني بيبقى معاه حقوق الشخصيه وبيقرر ان هو يعمل لها فيلم، فبيبداوا يفكروا ويشوفوا مين اللي هيعمل دور سبايدر مان في الفيلم. زي ما انت توقعت وقلت، هو ليوناردو دي كابريو. عارف انك دلوقتي هتقول عليا عبيط ومجنون وبقول اي كلام، هقول لك لا والله انا مش عبيط، عشان فعلا ليوناردو هو اول حد اترشح للدور بس رفضه. وبالمناسبه هو اللي رشح توبي ماجواير عشان فعلا توبي هو اللي يعمل الدور. والفيلم بينزل في سنه 2002 وبيبقى الشكل التقليدي اللي لو حد عايز يعمل تقديمه لسبايدر مان هيعمل حاجه شبه ده. والتقديمه اللي اتعملت في الفيلم ده يا جماعه تقديمه عظيمه وايقونيه، ومشاهد اكتشاف القدره ومحاوله فهم ايه ده عبقريه. وكان شرير الفيلم ده هو جرين جوبلin اللي قدمه ويليام ديفو. صراحه اداؤه كان فشيخ، من احلى الاشرار اللي طلعوا في عالم سبايدر مان عامه. على المستوى العالمي الفيلم كسر 800 مليون دولار وكان ثالث اعلى ايرادات سنه 2002. فالطبيعي ان النجاح بتاعه ده اجبر الصناع ان هم يكملوا عشان في 2004 ينزل الجزء الثاني من الفيلم. وبالمناسبه ده كان اول فيلم انجليش انا اشوفه في حياتي، فانا بحبه جدا وليه معاه ذكريات كتير. وهو بجد فيلم حلو قوي وممتع وفيه شرير فشيخ اللي هو دكتور اوتو اوكتيفيوس. وكسبايدر مان بقى توبي ماجواير كان مميز جدا يا جماعه، وهو المفضل ليا بصراحه. الفيلم ده على المستوى العالمي ما فرقش كتير عن اللي قبله، جاب 797 مليون دولار، وكان برضه هو الثالث في سنه 2004 على مستوى الايرادات. فطبعا بيقرروا يلا يا جماعه نعمل جزء ثالث حالا، وهنا استوديو سوني بيبدا يتدخل عشان حرفيا يدمر الفيلم. هما بيبقوا مصرين ان احنا عايزين نطلع ثلاث اشرار في الفيلم ده، فيلا حط فينوم على ساند مان على ابن جرين جوبلin. فحرفيا التدخلات دي طلعت فيلم عشوائي ومفكك جدا. وبصراحه الفيلم ده مش في ذاكرتي خالص، مع اني بجد بعشق السلسله دي. وبالرغم من كل ده الجزء ده هو انجح اجزاء السلسله بايرادات عالميه قربت من 900 مليون دولار. وكان مقرر ان السلسله تكمل ويتعمل جزء رابع، بس حصل خلافات ما بين مخرج السلسله سام ريمي واستوديو سوني. الخلافات كانت بسبب كذا حاجه، اكبرهم واهمهم التدخل اللي حصل من سوني في الجزء الثالث من الفيلم. فسام ريمي بيقرر ان لا مفيش جزء رابع. وفي 2007 بتنتهي حقبه توبي ماجواير وبتبدا حقبه جديده تماما. في 2012 بتبدأ حقبة جديدة باسم ذا اميزنج سبايدر مان. الحقبة دي بيكون بطلها هو اندرو جارفيلد، ومع اول فيلم بنرجع تاني للتقديمة التقليدية بتاعت سبايدر مان، بس بصراحة كان حلو يعني، ما عنديش مشاكل مع الفيلم ده. هو فيلم سبايدر مان تقليدي وممتع وجميل. شرير الفيلم ده كان الليزرد، تقدمته تقليدية جدا بس بجد انا بحب الشرير ده. وعامة سبايدر مان من الابطال اللي اشهرهم انت بجد تحب تتفرج عليهم. لكن المهم ان الفيلم جاب على المستوى العالمي 750 مليون دولار. فاستوديو سوني بيقرر يلا نعمل جزء تاني، وللاسف بيعيدوا نفس غلطة سبايدر مان الجزء الثالث. استوديو سوني بيتدخل للمرة التانية وبيحشر كم اشرار مش طبيعي. يلا يا ابني حط لي جرين جوبلin والكترو وراينو واعمل لي فيلم عبيط مليان مشاكل، مع ان الفيلم ده فيه واحد من اكتر المشاهد المؤثرة في تاريخ سبايدر مان كله، مشهد موت جوين ستيسي وعياطه ان هو ما عرفش ينقذها. المشهد ده عظيم بكل التفاصيل. ولكن الفيلم على المستوى العالمي جاب 700 مليون دولار بس، وبالرغم ان ده رقم كبير بس هو اقل رقم عملته الخمس افلام اللي فاتت. وللاسف ده بيبقى سبب نهاية حقبة اندرو جارفيلد قبل ما تبدأ حتى، عشان نخش أجدد حقبتين معانا واللي لسه مستمرين لحد دلوقتي. في 2016 في فيلم كابتن امريكا سيفل وور بيبقى اول ظهور لسبايدر مان جوه عالم مارفل السينمائي، ومشهد تقديم سبايدر مان جوه الفيلم ده كان من اروع ما يكون حرفيا. وبعدها بنعرف ان اللي بيعمل سبايدر مان المره دي هو ممثل جديد تماما وهو توم هولاند، عشان في 2017 ينزل لنا اول فيلم في حقبه توم هولاند وهو سبايدر مان هوم كامينج. فيلم حلو، تقديمه سبايدر مان فيه مختلفه وبتخش في الموضوع على طول، على عكس الباقي اللي خد وقت في تقديم القصه وخد القوه ازاي وبتاع. بس مجملا هو فيلم متوسط لابعد الحدود، فيلم هتشوفه تستمتع بيه
بيه وخلاص. ومع استمرار حقبة توم هولاند في 2018 بتبدأ حقبة افلام الانيميشن بفيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، والحقبة دي يا جماعة عظيمة جدا، والفيلم ده ممتع لأبعد الحدود. سلسلة الانيميشن دي فيها ستايل رسم مجنون ومختلف، وادى الصناع مساحة انهم يروحوا بخيالهم لأبعد حاجة ممكنة. بس تعالى نرجع تاني لحقبة توم هولاند، لان في 2019 بينزل فيلم سبايدر مان فار فروم هوم. بصراحة انا بشوف ان الفيلم ده مظلوم جدا، لانه فيلم ممتع وفيه فايت سينز عظيمة ومتقدمة بشكل عبقري. يا جماعة الفايت الاولاني اللي هو بيحارب فيه الوهم ده عبقري، انا مش عارف هو اتعمل كده ازاي اصلا. وشرير الفيلم ده كان ميستيريو، اللي هو شرير حلو وذكي وكان عنده ألاعيب كده. ومن احلى الحاجات في فار فروم هوم هو البوست كريديت سينز اللي بعد التتر، واحد من المشهدين اللي كانوا بعد التتر مهدوا لنا لاعظم فيلم هنشوفه في سلسلة سبايدر مان بتاعت توم هولاند، عشان في 2021 بينزل لنا فيلم سبايدر مان نو واي هوم. لاول مرة في التاريخ نشوف الثلاثة سبايدر مان في فيلم واحد. لحظة كانت ايقونية وهزت سينمات العالم كله، وحاجة اشعرت كل واحد كان بيحب سبايدر مان وافلامه. فيلم ممكن يكون فيه مشاكل ومحنك السينما يقولوا ان هو عبيط، بس هو كان حدث سينمائي انا ما عصرتش زيه في حياتي. عبقرية الفيلم ده في النوستالجيا اللي هو بيقدمها لك، في اللحظات الايقونية والعظيمة اللي انت بتشوفها على الشاشة. مشاهد الثلاثة سبايدر مان مع بعض حلوة بشكل مش طبيعي، انا مش فاهم ازاي هي طلعت حلوة قوي كده. ومن غير المشاهد دي ما اظنش ان الفيلم كان هيبقى بنفس الحلاوة اللي انا بتكلم عنه بيها دلوقتي. كان هيبقى فيلم عادي وهيمر مرور الكرام، بس هو بجد فيلم حلو قوي. وكمان الفيلم ده بيجهزنا لواحد من اكتر الافلام اللي انا مستنيها السنة دي، سبايدر مان براند نيو داي. انا بسجل قبل ما الفيلم ينزل ب3 4 ايام تقريبا، فانا متحمس بشكل مش طبيعي. بس تعالوا نرجع لحقبة الانيميشن شوية، عشان في 2023 بينزل فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، اعظم فيلم انيميشن اتعمل اخر 20 سنة ولا حاجة. فيلم عبقري وتقديم الاكوان الموازية فيه مش طبيعي. غير كده الفيلم مؤثر ومليان مشاعر ويخليك تفكر في حاجات كتير في نفس الوقت، وده ذكاء الفيلم. وقفلة الفيلم ده مش طبيعية يا جماعة، انا لسه مستني الجزء الثالث بقالي 3 سنين. عامة تقديم مايلز موراليس في افلام الانيميشن كان عبقري. وبالمناسبة الفيلم الاولاني اللي هو انتو ذا سبايدر فيرس نزل منه نسخة مدبلجة مصري، واللي كان بيعمل دور بيتر باركر اللي هو كبير في السن وشبه متقاعد كان تامر حسني. لكن في المجمل سلسلة الانيميشن دي عظيمة جدا ومن احلى افلام سبايدر مان في التاريخ. ولكن لو رجعنا للسنة اللي احنا فيها دي وهي 2026 بينزل عمل مختلف تماما وهو سبايدر نوار. ده مسلسل بطولة نيكولاس كيج، والعمل ده كان مفاجأة بالنسبة لي. يعني حتى لما قدموا سبايدر مان عجوز وفي الخمسينات احتفظوا بالروح اللي بدأ بيها سبايدر مان، الروح الهزلية الكوميدية. وفي الاخر سبايدر مان هو انجح بطل خارق في التاريخ بالنسبة لي، وتعلق بيه اجيال كتير جدا. بس المهم انك لو لسه مكمل لحد هنا فانا بحبك لانك جدع. كمل جدعنتك دي بقى باللايك والشير والسبسكرايب، واكتب لي اكتر عمل بتحبه لسبايدر مان. وبس كده، سلام.